السلام عليكم اخواني. اليوم احب اصور لكم رحلتنا. طبعا اليوم بداية شهر، وتعرفون يعني الرواتب والكذا هالسوالف هاي، فطلعنا نتسوق انا وعائلتي. هذا بالطريق. طبعا هنا نظامهم والمانيا نظامهم كارتات، يعني تصعد بالباصات او بالقطار او بالحافلات، تستخدم الكارت ارخص لك واحسن لك. يعني اكو اشتراك شهري تروح تقدم عليه هذا الكارت، ان كنت لاجئ او كنت مقيم او بداية عادي ما يأثر. طبعا هاي بيها شروط، لازم تقدم اول شيء على حساب بنكي، وبعدين كارت بنكي، وبعدين تروح تقدم على كارت الباص. هذا كارت الباص اشتراك شهري بالشهر 50 يورو، تقدر تستخدمه بكل القطارات ما عدا القطار السريع. القطار السريع تستخدمه اذا كنت من داخل المقاطعة مالتك تقدر تستخدمه، اذا تطلع خارج المقاطعة لا ما تقدر تستخدمه، يعطوك مخالفة. فالطريقة سهلة جدا. هاي دخلنا للليدر. طبعا في ماركتات معروفة بألمانيا او بأوروبا، الاتحاد الأوروبي. طبعا من ضمنهم هو الليدر اللي احنا داخلين اليوم. هذه موجودة انواع اللحوم بيها موجودة، بس اغلبيتهن والله خنزير زير. هذين مشروبات طاقة، على كحوليات، على السوالف. طبعا غاليات. انا صورت بسرعة ليه ممنوع يصور، يعني انا صار اكثر من مرة اصور يقول لي لا تصور. نول يعني صفر، ما اعرف اني الماني. فهاي هذا خنزير زير. هذا هو لعب 60 نفس. هذه انواع اللحوم. طبعا تلعب نفسي يعني من اجي على ذني. طبعا هو كل واحد وذوقه. في ناس تتقبل تاكل الخنزير، انا ما اتقبل، يعني الشريعة الاسلامية ممنوع. المرة وصتني على جبن مورزيلا ما ادري شو اسمه هذا، فشفت ارخص واحد على مود ناكل بيتزا وهالسوالف ومعجنات. بالختلة جاي اصور بالختلة. اشكال بشغلات هنا بالماركت. هذا الليتر. طبعا هذا افخاذ. اجيت حيران بين الافخاذ، اخذ هذا الفخذ اخذ ذاك. طبعا هم قالوا لي اللي عليه علامة صفرة يعني هذا مو حلال، واللي عليه خضرة حلال. ما اعرف صدق كذب، فانا الصراحة ما اخذته لانه شفت عليه بقع زرقاء مال كهرباء. نجي على الخضروات مثل ما تشوفون، الفواكه. طبعا مثل ما قلت لكم انه شايل اغراض وجاي اصور هيك بسرعة، لان تعرفون انه بداية قناتي وسريع هيك شغلات سريعة على مود لا اقطع. وصلتني على بقدونس على قولة السوريين اللي هي كرفس. نسوي لكم نظرة سريعة. هذني الموطة البوظة على قولة السوريين. هاي الكنافة ما كنافة بيتزا. طبعا بي منهن حلال، يعني اغلبيتهن حلال. البيتزا نوتيلا سوالف. ان شاء الله انه نشوفكم شغلات احلى واضبط، ونعلمكم على العروض والطريقة. بس هسه قلت جاي اصور بخفية يعني وسريع. هذا نرجع على السكين يابا، رجع على السكين. طماطة. طبعا اخذت لي اني كيس طماطة. هنا بي طماطة اكياس، وبي طماطة تكون انت تعبيها بكيس يعني تجي جاهزة. هذا الريد بول. ان شاء الله نصور لكم. طبعا اخذت فلفل هم، يعني للامانة اسولف لكم اياها. اخذت وياي كيس فلفل. هنا جيت نظرة سريعة. ادري بيكم راح تشوفون المقطع تقول شنو انا مستعجل، بس دا اقول لكم بالخفية. وهذا الصدر دجاج اخذته صراحة، يعني خوش صدر دجاج، بس بيهم علامة صفرة ما اعرف حلال مو حلال.
بس هو عادي حلال يعني الأكل. أنا غوشت الكاميرا على حظي، ما أدري إيش بيها، قلت لكم ما منتبه. هذا حليب، أخذت لي علبة حليب همين. نريد نسوي موز، يابا عصير موز. ونجي على آخر خطوة صورنا لكم إياها بالليدل، اللي هي المعجنات. طبعا بي منهن فطاير باللحم وكذا. وهذه آخر شيء بعد ما تشونا الليدل كليته، جينا عند محطة الباص راجعين إلى المنزل. هاي ننتظر هناك. طبعا كل ساعة يجي الباص، احنا حافظين رقم الباص، لازم تعرف رقم الباص من اللوحة اللي موجودة بالفيديو. هذه هي اللوحة، طبعا هنا فيها معلومات الباص. وهذا المسواق مالتنا، وانتهى يومنا، انتهى سريع سريع. هذا مسواق مال شهر. طبعا لأنه احنا بالهاي فنتسوق مال شهر كامل اللي قدام، على مود لا نروح ونجي. نعم والله ثقيل، هد حيلي هد حيلي هد هد حيلي والله. ماشي صعد هنا بس انتظر المرة تساعدني. ثوشتي لأن بنتي نايمة وشايلينها على ظهرنا. نعم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وبنهاية الفيديو صورت لكم هالمقطع هذا الجميل للحيوان الزلنطاح، مدري شو اسمه، انا ادري المفروض يكون عنده قوقعة. وان شاء الله الفيديوهات الجاية راح تعجبكم، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.